في واحد القرية هادئة كانوا عايشين ناس في الأمن والأمان، وليداتهم كانوا كيلعبوا غير برا. في ديك القرية كان كيعيش واحد الوليد سميتو كلارك. فاش كانت عنده 6 سنين كانوا داروا ليه عملية على القلب. ديك العملية خلات ليه لاطراس على صدره. واحد السيد كان صديق ديال العائلة، كان داخل خرج عندهم، كان صاحبهم الروح للروح. واحد المرة لقى الغفلة على كلارك وقال ليه بغيتك توريني داك لاطراس اللي عندك في صدرك ديال العملية. الوليد صغير عنده 6 سنين بكل براءة قال ليه واخا. من بعد قال ليه شنو بان ليك ندور معاك وتخليني نقيسها. قال ليه ولكن قال ليه خص هادشي يبقى بيناتنا سير. قال له صافي يبقى بيناتنا سير. وليد صغير ما كانش عارف ان من وراء ديك الحركه اللي دار ليه داك السيد كانت نوايا حقيره، نوايا في قمه الوساخه، وهذا الشيء غيقلب حياته الجحيم. في هذه القصه غنشوفوا قمه الخبث والحقاره اللي في هذا السيد. شنو اللي غادي يوقع هادشي اللي غنعرفوه في قصتنا اليوم. بقاو معايا حتى الاخر. ولكن قبل ما نبدا القصه ديال اليوم بغيت نجاوب على اكثر سؤال كيتكرر عندي في القناه. تقريبا جميع لي فيديو فيهم نفس الكومنتير كيتعاود، وهو الشبه اللي بيني وبين سوكي ستوريز. سكينه بنت خالي وانا بنت عمتها، يعني حنايا بنات الخوت، وداكشي علاش كنتشابهوا. وماشي غير هادشي، حنايا كبرنا مع بعضياتنا بحال الخواتات. احنا خواتات صحابات ملي كنا صغار لحد الان والاخر نفس. سكينه مكانتها كبيره عندي وكنتمنى ليها كل خير. وبغيت نقول لكم شكرا من القلب على تفاعلكم الزوين، على تشجيعاتكم، لي كومونتير ديالكم الغزالين بحالكم. كنتمنى لكم كل حاجه زوينه وكنقول لكم شكرا ومرحبا بكم عندي في القناه. نورتوني وكنبغيكم بزاف. ودابا يلا نبداو قصتنا. القصة ديالنا وقعات في السبعينات، بالضبط في 1971 في واحد الولاية في أمريكا سميتها نيو جيرسي، بالضبط في واحد القرية سميتها ستيل ووتر. هاد البلاصة كانت زوينة بزاف، كانت فيها الطبيعة زوينة، كانت فيها واحد البحيرة، كان فيها الجولف. يعني الناس كانوا كيجيو لعندها من مناطق وحدين اخرين، والناس اللي كانوا عايشين تما كانوا عايشين في قمة الأمن والأمان، كانوا مرتاحين، ما كانوش المشاكل نهائيا، كانوا عاطين الحرية الكاملة للأطفال ديالهم أنهم يخرجوا يلعبوا من الصباح حتى كتغيب الشمس. خصوصا في السبعينات والثمانينات ما كانش الانترنت، ما كاينينش تليفونات، يعني الدراري الصغار كانوا النهار كامل كيدوزوه برا. وفي هذيك القريه كان عايش واحد السيد سميتو دينيس بيك. هاد السيد مكلف بكل ما كيتعلق بالاطفال، المخيمات ديالهم، الرحلات ديالهم، كان كيعلمهم الصيد. يعني الناس كانوا وليداتهم كيعطيوهم ليه وهم مأمنين عليهم، كان كيعلمهم بزاف ديال الحوايج. كاع الناس اللي في ديك القريه كيحترموه وكيثيقوا فيه. وفي هذيك القريه كان كيعيش واحد الطفل سميتو كلارك فريدريكس. هاد الوليد كان ولد عائله اللي الله يعمرها دار، عايشين بخير، ما نقصهم حتى شي خير. وهاد دينيس بيك كان صديق ديال العائله، يعني كان كيدخل ويخرج عندهم عادي بحال شي واحد من عائلتهم. كانوا كيتهلاو فيه وكيستقبلوه، لدرجه ان واحد الوقيته كان مرض وما كاينش اللي يقابله، وجا لعندهم للدار. والام ديال كلارك هي اللي اعتنت به من كل شيء، كانت كتعطيه الدواء، كتوجد ليه الماكله الخاصه به، كانت كتسهر على راحته حتى برا. كلارك ولدهم في 1971 كانت عنده 6 سنين، وفي ديك الوقيته كان مرض بالقلب واضطروا انهم يديروا ليه عمليه. دازت عليهم الصراحه ودازت حتى على داك الوليد الصغير، ولكن من بعد ديك العمليه برا ولا بخير، ولا هو الطفل المدلل في الدار حيت دازت عليه. ديك العمليه خلات ليه لاطراس في صدره. واحد النهار داك دينيس كان جا لعندهم وكان لقى عليه الغفله، كان بوحدو وقال ليه وريني هذيك الجرحه اللي في صدرك. قال ليه واخا، وراها ليه. من بعد قال ليه شنو بان ليك ندور معاك وتخليني نقيسها. قال له صافي واخا. قال ليه ولكن هادشي يبقى سر بيناتنا. قال له يبقى سر بيناتنا. الوليد الصغير ما عارف والو، كيعرف ان دينيس بيك واحد الشخص اللي عزيز عليه بزاف، حيت كيدير لهم الخاطر، كيلعب معاهم، كيعلمهم بزاف ديال الحوايج، كلشي كيحترموا. ولكن ما عارفينش دوك الناس اللي في ديك القريه ان ورا ديك الشخصيه كاينه واحد الحقاره والوساخه اللي في داك السيد ما عمرهم توقعوها. ومن هذاك النهار اللي قاسوا في داك لاطراس، وهو في كل مره لقى عليه الغفله كان كيقيسوا في شعره، كيبقى يقيسوا في بلايص اللي ما خصوش يقيسوا فيهم.
بقى بحال هكاك حتى وصل الدري ل8 سنين. 8 سنين تخيلوا انه بدا كيذوق الشراب الى غفل عليه كيذوق باش يكمي، وهو يلاه عنده 8 سنين. الوليد صغير ما عارف والو، كيجرب وكيقول ليه وياك تقول شي حاجه لوالديك. من بعد داكشي تطوروا الاحداث ووصل لدرجه انه يبقى يجيب ليه صور اباحيه ويوريهم ليه. الوليد بريء ما عارف والو، وفي نفس الوقت ما قادرش يعاود لوالديه داكشي اللي كيدير معاه دينيس. داز مده وبقى عليه بحال هكا حتى وصل 12 عام. فاش وصل 12 عام دا معاه للدار، وهنا غتوقع الكارثه. غيدخلوا البيت ديالو وغيبقى كيشربوا لدرجه ان الولد بدا بحال الا كيغيب، وتما غيتعدى عليه. في ديك الوقيته الوليد ما عارفش باش تبلا، وكان كيبكي وكيغوت، والكلب ديال داك دينيس الحقير كان كينبح حيت كان كيسمع الصوت ديال الدري. من بعد شنو دار دينيس؟ جاب الكلب ديالو قدام الوليد كلارك وبقى كيضربوا والولد كيغوت وكيقول ليه عافاك ما تضربش الكلب. بقى عليه بحال هكاك حتى قتلو قدام عينيه. قال ليه شتي كيما درت لهاد الكلب، الا مشيتي حتى نطقتي بشي كلمه هكا غندير لك، وماشي غير ليك نتايا حتى لعائلتك. كلارك في 12 عام حياته تحطمات. الولد دخل في واحد الحاله اللي هستيريه، ما بقاش عارف شنو غيدير، وخصو ما يبينش لوالديه حيت كان كيخاف بزاف من دينيس عنده واحد السلطه كبيره وكلشي كيحترمه، وإلا مشى كاع هضر شكون اللي غيتيق واحد الوليد اللي صغير. ما كانش قادر يهضر وما كانش قادر يعاود لوالديه حيت ماشي غير الخوف، ولكن ما كانش راضي، كان كيحس بالخزي وبالحشمه، وحتى شي واحد ما يتقبلو الا عاود ديك الفضيحه اللي وقعت ليه. من بعد داك الحادثه غيبعد منه داك دينيس، وكلارك حياته كلها غتقلب. منو هو صغير غيبدا اي فرصه لقاها غيبقى يكمي، غيبقى يحاول ما امكن يلقى شي غفله باش يلقى شي مخدرات، باش يلقى باش يشرب، باش يحاول ينسى. وفي نفس الوقت كان كيمشي للمدرسه. وتخيلوا ان كلارك واخا هادشي كامل اللي وقع ليه كان ذكي وكان كيجيب نقاط زوينين، كان ما كيديرش مجهود، ما كيقدرش اصلا يركز باش انه يحفظ، ولكن كان كيجاوب حيت ذكي. وفي 13 عام غير عام من بعد ديك الحادثه كانوا بداو كيخرجوا اشاعات على دينيس بيغ، ولكن حتى شي واحد ما قدمش شي بلاغ او لا دعاه او لا قال باللي تحرش ليه على ولده، كانت غير هضره كدور على انه شاد جنسيا. وفي هذيك الوقيته فاش كانت عنده 13 عام عند كلارك جا عنده باه وقال ليه سمعت شي اشاعات ولكن انا ما تيقتهمش، ولكن غنسولك واش عمرو دينيس حط عليك يدو؟ قال ليه لا عمرو ما قاسني. ما كانش قادر يقول لباه حيت كان خايف وحشمان وما راضيش، وبالنسبه ليه هذاك واحد السر غيدفنوا معاه، ولكن داك السر ماشي غيدفنوا معاه، غيبقى كيحفر فيه وغيدمر ليه حياته. من بعد كلارك غيكبر وغيمشي لبوسطن باش يكمل قرايته في الكليه. في هذيك الوقيته غيتعرف على واحد السيده سميتها ليزا، كانت كتقرا معاه، وقع في الحب ديالها ولا كيبغيها بزاف، وحتى هي كانت كتحماق عليه. دخلوا في علاقه وعلاقتهم طولات لمده 6 سنين. وفي هذيك 6 سنين واخا معها وكيبغيها ومرتاح معها، ولكن كيتعذب من الداخل حيت ما كانش قادر انه يبوح ليها بالسر اللي كيحفر ليه في قلبه، السر اللي ما قدرش نهائيا يتجاوزه. من بعد 6 سنين هي بدات كتفكر انها تستقر، انها دير عائله، علاش لا تولد وليدات، وقالتها ليه. قالت لي دابا كملنا 6 سنين خصنا نديروا شي حل لعلاقتنا. في هذيك الوقيته بدا كيتهرب منها وقال لها انا ما نقدرش. هي قالت واش دوز بيا الوقت 6 سنين كامله وفي الاخر كيقول لي لا، وتفارقوا وكل واحد مشى في طريقه. كلارك ما قدرش نهائيا انه يدخل في علاقه مع واحد السيده اللي كيبغيها وما قادرش يكون واضح معها 100%. قال على انني باش نتزوج بيها ونولد كاع معها الولاد وانا السر في قلبي كيحفر فيا ما عمرني غنعيش بخير. انا ما كرهتش نفسيا نتعرى قدامها وتعرف كل شيء عليا وتقبلني وما تحكمش عليا. من بعد الفراق ديالو على ليزا حياته غتزيد تكفس، غيولي مدمن على جميع انواع المخدرات، اي حاجه جربها، وغيولي مدمن على القمر، وغيولي مدمن حتى على العلاقات مع العيالات. كان من مرة لمرة في كل مرة كيبغي يثبت رجولته على انه واعر وعلى انه قوي، حيت كان داخليا كيحس بالنقص،
كيحس بان رجولته تهزات من بعد داكشي اللي وقع ليه فاش كان صغير. تخيلوا ان حياته كامله غتمشي بحال هكا، العشرينات كلهم بحال هكا، والثلاثينات حتى للربعينات، وهنا غيوقعوا احداث اللي غيزيدوا يقلبوا حياته. في هاد المده كامله ديال اكثر من 30 عام كان شاف غير شي جوج مرات داك دينيس، ولكن شافو من بعيد. حتى لواحد المره فاش كان في الربعينات كان راجع لدارو وكان دخل لواحد المحل باش يشري من تما القهوه، وتما كيتلاقى بدينيس بيك. تخيلوا ان هاد دينيس بيك بقى كيعيط ليه: كلارك كي داير، لاباس عليك، بخير؟ كيهضر معاه بحال الا كانوا صحاب الروح للروح، بحال الا ماشي هو اللي كان السبب في الخراب ديال حياته. بقى مصدوم كلارك وكيقول: شوف لهاد الحقير كيفاش كيهضر معايا، بحال انا وياه صحاب. ما جاوبوش، بقى كيشوف فيه والعرق كتهبط معاه، وبقى كيرجف وزاد الزم فاش شاف معاه ولد صغير. تخيلوا ان هاد دينيس بيك كبير في العمر ودازت مده كبيره وما زال كيدور بالاطفال. شاف معاه واحد الوليد اللي كان في عمره بين 13 و 14 عام، وسمع داك الوليد كيعيط لدينيس بيك بواحد اللقب اللي كان كيفرضوا على كلارك فاش كان صغير. كان كيقولوا: بزز منك فاش نكونوا مع بعضياتنا غتبقى تعيط لي بهاد اللقب. فاش سمع كلارك داك اللقب وشاف الوليد، صافي الدنيا كحالت في عينيه. خرج كيجري من داك المحل ومشى للطوموبيله ديالو، ودينيس بيك كيقول ليه: مالك ما بغيتيش تسلم عليا؟ اجي مالك؟ كيهضر معاه بحال حتى شي حاجه ما كاينه. كلارك ركب في طوموبيلته هو كيعاير وكيسب وكيقول: واش هاد الشيء ما وقفش غير عندي؟ واش مازال حتى لهاد العمر كيدير بحال هاد الحوايج الخايبين في الاطفال؟ مشى للدار وتما فكر انه صافي يدير نهايه لحياته حيت ما بقاش قادر. تحركوا عليه الجراح كاملين ملي شاف داك الشيء وملي شاف الولد الصغير، وبقى كيفكر في التفاصيل اللي ممكن يوصل ليهم مع الدري الصغير، بحال الا بقى كيشوف راسو في داك الوليد. بقى كيقول: اش من نيفو وصل معاه؟ واش راه في النيفو ديال يلاه مازال كيحط عليه يديه؟ واش تعدى عليه؟ واش قتل شي حيوان قدامه باش يخلعوه؟ باش خلعوه؟ هادشي كامل بقى كيفكر فيه وهو غير كيزيد كيغرق في المخدرات وفي الشراب باش ينسى. صراحه هاد المره ما كانش غير باغي ينسى، ولكن كان باغي يدير حد لحياته. داز تقريبا شي شهرين وكان دار واحد الصفقه مع واحد السيد في ديك الوقيته، وداك السيد نصب عليه. من بعد داكشي تلاقى مع واحد صاحبو اللي صاحبو الروح للروح، كيكونوا هو وياه بزاف كيشربوا مع بعضياتهم، يعني كيدوزوا بزاف ديال الوقت مع بعضياتهم. هذاك صاحبو قال ليه: فلان اللي نصب عليك كنظن انك حطيتيه في الاول ديال القائمه باش تنتقم منه. بلا ما يشعر كلارك قال ليه: صراحه ماشي الاول، هو الثاني. الاول هو اللي تعدى عليا فاش كنت صغير، كانت هذيك اول مره كيعاود السر ديالو. قال ليه: ما عمرك عاودتي لي عليه. وبقى كيعاود ليه. صاحبو كيسمع ليه وكيسولو كيفاش وامتى، والاخر كيعاود ليه كل شيء. وتما قال ليه: صاحبي وقيلا جا الوقت باش تاخد حقك. كلارك وصل لواحد النيفو ديال عقلو ما بقاش كيتحكم فيه، بحال الا خرج على السيطره. مشى خدا واحد الموس، شد طوموبيلته ومشى مباشره للدار ديال دينيس بيك. فاش وصل عنده للدار كانت الدار عندها جوج ديال البيبان، واحد الباب لقاه مسدود والباب الاخر كان محلول. حلو بكل عصبيه ودخل عليه ولقاه جالس في الصالون ديالو مرتاح. قال ليه: كلارك كي داير؟ كلارك عاد ما زاد تستفز، قال: كيفاش كيقول لي بكل بروده كي داير؟ ما كيرغبني باش ما نقتلو، ما كيقول لي ندمت، ما كيقول انا مريض، كنت مريض، حتى شي هضره ما قالها باش على الاقل نشوفو طايح قدامي وكيرغب. بالعكس بكل حقاره وبكل استفزاز كيقول ليه كي داير. كلارك في ديك اللحظه صافي فقد السيطره، قال ليه: انا غنوريك كي داير. وتما تشادو. هذاك دينيس بيك واخا كبر في العمر كان قوي وبقى كيتقاتل معاه، ولكن كلارك كان اقوى منه. طيحوا الارض ودوز عليه من الوريد للوريد، وقال ليه: دابا غنشوفوا واش تقدر تعدى على شي طفل. خلاه هكاك مليوح في الدميات ديالو ومشى للبيت اللي تعدى عليه فيه، وبقى كيدفل عليه وكيسب بحال الا كان باغي يسد داك الملف، بحال الا كان باغي يسد داك الحاله اللي كان عايش فيها حياته كامله حتى للربعينات. ولكن للاسف ما ارتاحش. خرج من تما مشى مباشره لعند اختو وقال ليها: شوفي انا شنو درت. ومشى لدارو. اختو تصدمات، قالت: كيفاش؟ علاش غيقتل السيد؟ اش واقع؟ مشات للام ديالها وقالت ليها: ولدك راه قتل فلان. مباشره اختو اتصلت بالشرطه. الصباح ديال الغد ليه كلارك كيسمع الشرطه كيهضروا في المكبر ديال الصوت وكيقولوا ليه: خرج حيت انت متهم بجريمه قتل.
فاش كان خارج كلارك كيقول يا ربي تيريو فيا باش نرتاح، حيت هو اصلا ديك الليله كان بات الليل كامل وهو كيشرب حيت كان باغي يموت. ديك الوقيته فاش خرج شدوه وداوه مباشره لمركز الشرطه. فاش وصل تما كان محطم واصلا كان مضروب واحد الضربه خايبه في يدو فاش كان كيتقاتل مع دينيس. دخلوه للزنزانه، جا عنده واحد من المحققين قال ليه انا كنعتذر ليك على هذا الشيء اللي وقع. بقى كيقول كلارك علاش كيعتذر ليا، واش كيهضر معايا بهذه الطريقه باش زعما نقرب كل شيء؟ انا اكيد ما غاديش ننكر بانني قتلت السيد وغنعاود كل شيء. هذاك المحقق عرف السبب من كلارك انني قتلته على حقاش تعدى عليا فاش كنت صغير. شنو قال ليه داك المحقق؟ قال له شوف انا غنوصيك شنو خصك دير، كاين الفوق واحد البيرو اللي غيتجمعوا فيه بزاف ديال المحققين وغيطرحوا عليك اسئله وانت ما تجاوب حتى على شي سؤال، غتقول لهم انا ما غاديش نهضر حتى يحضر المحامي ديالي. كلارك قال لي علاش كدير هذا الشيء معايا؟ قال لي حيت دينيس بيك كانوا عليه اشاعات ولكن ما عمرو شي واحد قدم بلاغ عليه، وكون على يقين كون كنت انا بلاصتك اللي وقع لي داك الشيء اللي وقع لك من طرف دينيس بيك كنت غندير نفس الحاجه اللي درتيها دابا، غنصفيها ليه. فعلا كلارك غيدير داكشي اللي كان كيقول ليه المحقق. وفي هذاك النهار غتجي الام ديالو، غتجي الاخت ديالو وغتقول ليه سمح لي. اختو كانت متوقعه ان خوها غيحقد عليها حيت بلغات به، ولكن قال ليها انا كنشكرك حيت بلغتي عليا، حيت كون ما جاو الشرطه وشدوني انا اصلا كنت داك النهار غنصفيها لراسي. القصه ديال كلارك غتبدا كتعرف وغتولي قضيه راي عام، الناس غيبداو كيدافعوا عليه، ولكن التحقيق غيطول بزاف. تخيلوا ان كلارك غيجلس في السجن الاحتياطي لمده 3 سنين ونص. 3 سنين ونص هما في التحقيقات على دينيس. شنو غيكتشفوا؟ ان دينيس تعدى على اكثر من 100 طفل. تخيلوا شحال من طفل خرج ليه على حياته، ومن بين هاد الاطفال كان الاخ ديال كلارك حتى هو تعدى عليه وما كانش قادر يقول. وللاسف فاش كبر بقى كيشرب بزاف. في واحد الليله شرب لدرجه انه مات. وماشي غير خوه، واحد جارهم اللي كان عزيز عليهم، كان واحد الدري اللي كانوا كيلعبوا معاه بزاف فاش كانوا صغار، حتى هو تعدى عليه وداك الوليد دار حد لحياته. وماشي غير هو، حتى واحد ولد من عائله داك الدري وقع عليه نفس المشكل وحتى هو صفاها لراسو. هادو غير الدراري الصغار اللي كانوا قرابين لكلارك، فما بالك الدراري الاخرين اللي تعدى عليهم، دراري اللي كبروا، كاين اللي دار وليداتو كاتم داك السر في قلبه، كاين اللي ما قدرش نهائيا انه يعيش حياته، كاين اللي صفاها لراسو، سبب في ازمه كبيره لولاد الناس اللي كانوا كيأمنوه على ولادهم، اللي كانوا كيشوفوه القدوه، اللي كانوا كيشوفوه راجل اللي يعولوا عليه واللي يثيقوا فيه واللي ما يمكنش يقرب وليداتهم بشي حاجه خايبه. كلارك هو في السجن هو كيشوف بان حياته تدمرات. الانتقام اللي انتقموا من دينيس ما بردلوش داك الغالي اللي في قلبه، حيت قال ها انا انتقمت منه وها هو مات وانا حياتي ضاعت، انا حياتي غندوزها كامله في الحبس. جريمه من الدرجه الاولى، الحكم ديالها في الغالب كيكون المؤبد. ولكن في ديك الوقيته اللي كان كلارك في الحبس بحال الا جاتو لحظه ادراك، قال جا الوقت باش نخرج من دور الضحيه ونولي نكونترولي حياتي وانا نتحكم فيها. فهذيك الوقيته بدا كيقرا الكتوبه، وفاش دخل السجن جاو عرضوا عليه انه يتعالج من الادمان وانه يتبع مع طبيب نفسي، ووافق. وكان كيجي للحبس حتى واحد من رجال الدين باش انه كيهدنهم وكان كيرجعهم لطريق الله باش انهم يرتاحوا، كان تبع معاه كل شيء، كان دينيا كيحاول ما امكن يتقرب من الله، وكان كيتبع مع طبيب نفسي، وكان كيكتب تما في السجن. بدا كيكتب واحد الكتاب كيكتب فيه القصه ديالو بالتفصيل، وماشي غير القصه ديالو ولكن كان كيحاول ما امكن انه يلهم الناس، حيت شخصيته بدات كتبدل الاحسن، بدا كيتقبل وبدا كيتشافى. كيقول كلارك على ان الحاجه الوحيده اللي قدرات تبدا كتشافي داك الجرح اللي فيا هو فاش بديت كنهضر، فاش كلشي عرف وفاش عاودت وفاش بديت كنكتب، ماشي فاش انتقمت وفاش قتلت دينيس. من بعد 3 سنين ونص غيجي النطق بالحكم، وفي هذيك الايامات اللي غينطقوا بالحكم كانت كتجي عنده الوالده ديالو. وتخيلوا ان الوالده ديالو قالت له خلي املك بالله، راه يمكن يحكموا عليك ب5 سنين. بقى كيقول لها الوالده واش كتضحكي عليا، راه جريمه قتل، راه انا 100% غيحكموا عليا بالمؤبد.
عباد. بقات كتقول ليه ما تزربش وخلي املك بالله كبير. جا النهار ديال المحاكمه عاود كلشي بالتفصيل من اللي كان صغير حتى كبر، جمعوا كاع المعلومات على دينيت الناس اللي تضرروا منه، وكان هاد الشيء في الصالح ديالو، وحكموا عليه ب5 سنين. اللحظه ديال النطق بالحكم تصدم، دار عند مو لقاها كتضحك وكتهز براسها وكتقول ليه بحال كتقول ليه راه قلتها لك، ومباشره دخل السجن باش يدوز العقوبه ديالو. تخيلوا انه من المؤبد هبط ل5 سنين، ولكن حيت القضيه كانت قضيه كبيره وكانت قضيه راي عام، ودينيس خرب حياه اكثر من 100 طفل. من بعد داك 5 سنين غيخرج كلارك من السجن، وغيخرج وهو موجد الكتاب ديالو اللي سميتو سكيرد. الكتاب عاود فيه كلشي، ومشى كيتقاتل مع دور النشر باش انهم يقبلوه. رفضوه في المره الاولى بزاف ديال دور النشر، ولكن في الاخر قبلوه، وكان كتاب ناجح وتباعت النسخه الاولى كامله، وعاد بداو كيوجدوا في النسخه الثانيه. وماشي غير هادشي، كلارك فاش خرج بقى كيتقاتل باش يتبدل واحد الفصل في القانون. هاد الفصل كيقول على ان الاطفال اللي تعرضوا للتحرش الجنسي ولا الاعتداءات الجنسيه فاش كانوا صغار عندهم الحق يقدموا بشكايه ضد المعتدي لحدود 18 عام. يعني الفتره اللي غيبقاو فيها ساكتين وما قادرينش مثلا يقولوا، عندهم الحق انهم يوصلوا حتى ل 18 عام ويقدموا البلاغ او الشكايه، غيتابعوا داك المعتدي. وكانت مده اللي قصيره. كلارك كيقول على ان بزاف ديال الناس اللي تعرضوا لاعتداءات ما قدروا يهضروا لا في العشرينات ولا في الثلاثينات ولا حتى في الربعينات، حتى كبروا. وداكشي علاش بقى كيتقاتل داك الفصل في القانون باش يتبدل. وفعلا من بعد بزاف ديال المحاولات ومن بعد بزاف ديال التدخلات قدر انه يتبدل داك الفصل وتحول من 18 عام حتى ل 55 عام. يعني شي واحد الا تعدى عليه شي واحد فاش كان صغير ممكن انه يقدم شكايه ولو يوصل حتى ل 40 50 حتى ل 55 عام ويتابعوا داك السيد اللي تعدى عليه. تخيلوا ان كلارك حياته كانت كلها مدمره، كاع الكوارث دازوا عليه، حياته كامله وهو عايش معذب، وختمها بالحبس وجريمه القتل وهذا الشيء كامل. ولكن فاش خرج واختار هو الطريق اللي يمشي فيه، حياته تبدلات. وماشي غير هذا الشيء، دخل حتى في الجمعيات اللي كيحاربوا الادمان، ودخل حتى في الجمعيات اللي كيعاونوا الناس اللي تعرضوا لاعتداءات جنسيه وهما صغار. كلارك ولا معروف ولا كيدير الخطابات بزاف ولا شخصيه ملهمه، عيطوا ليه في برامج، الكتاب ديالو نجح، الناس كلهم ولاو كيحترموه. وماشي غير هذا الشيء، المفاجاه الكبيره ان من بعد هذا الشيء كامل اللي داز على كلارك قرر انه يرجع يتواصل مع ليزا الحبيبه ديالو اللي كانت في الجامعه معاه واللي دوز معاها 6 سنين. تخيلوا ان هاد المده كامله سنين من عمره وهو محتفظ على الرسائل ديالها، حيت في ديك الوقيته ديال السبعينات والثمانينات كانوا غير رسائل حافظ عليهم، وفي كل مره كيتوحشها كيجبد دوك الرسائل وكيبقى يقراهم. كان كيحس براسو على ان بدوك الرسائل كان في تواصل معها. المهم واحد النهار قال انني خصني نقلب عليها ونهضر معاها، على الاقل تعرف السبب علاش انا خليتها. بقى كيقلب عليها ولقاها في الفيسبوك، بقى كيفكر كيقول واش نزعم ونصيفط ليها ولا لا. في الاخر قال ليها وصافت ليها ميساج. الميساج ديالو بقى تما 24 ساعه، ولدرجه انه بقى كيقول وقيلا ندمت اش داني كاع نصيفط ليها، خلاتني معلق تما. ولكن من بعد جاوباتو، وهنا غيبدا الحوار بيناتهم وغيبقاو كيهضروا كيتعاودوا، كل واحد كيعاود على حياته. حتى لواحد النهار قرروا انهم يتلاقاو، وفعلا تلاقاو. فاش كان غادي عندها دا معاه كاع دوك الرسائل اللي كانت كتصيفط ليه وحطهم قدامها وقال لها شوفي عمرني ما نسيتك، وهاد الرسائل هما اللي كانوا كيخليوني نتواصل معاك. وتما رجعوا العلاقه ديالهم، وتخيل انهم تزوجوا. كلارك حياته كامله تبدلات لدرجه انه رجع حب حياته ليزا. اليوم كلارك في الستينات وكيقول على انني كنعيش اجمل ايام حياتي، ولا شخصيه ملهمه اللي كتعاون بزاف ديال الناس من جميع انحاء العالم، لدرجه انه شحال من مره هضروا معاه ناس من دول عربيه وعاونهم. القصة ديال اليوم كتعلمنا بزاف ديال الحوايج، قصة ملهمة بامتياز. أول حاجة غنتعلموها وأنا كنسطر عليها بزاف هي العلاقة ديال الوالدين مع ولادهم.
ديما تقربوا من ولادكم، كونوا مصدر الامان، كونوا الملجأ ديالهم، علموهم انهم يعاودوا لكم كل شيء، علموهم انهم ما يخافوا حتى من شي حاجه مادام نتوما معاهم، علموهم انهم يثيقوا فيكم. شحال من طفل تعرض للاعتداء وما قدرش يقول لوالديه حيت كيخاف. تعلموا تقربوا من وليداتكم، حضنوا عليهم وتبقاو تسولوهم، ولكن ماشي تسولوهم بطريقه ديال انكم بحال كديروا لهم شي تحقيق، سولوهم بطريقه اللي زوينه، وصلوا لهم الحب ديالكم، وصلوا لهم على انكم غتحميوهم في جميع الظروف. حاجه اخرى اللي غنتعلموها وهي الانتقام. ما عمرو كيوصل لشي طريق، الانتقام عاد كيزيد كيغرق الواحد. كلارك كيقول على انني فاش انتقمت ما ارتاحيتش، بالعكس عاد غرقت في الحبس، وكان ممكن انني ندوز حياتي كامله في الحبس كون ما القضيه ولات قضيه راي عام وخدات مجرى اخر. حاجه اخرى اللي نتعلموها وهي نتعلموا نهضروا. الناس اللي كبروا وكانوا تعداو عليهم في صورهم ولا وقعوا لهم الحوايج اللي كيضرهم في قلبهم اللي لدرجه انهم ما صعيب انك تجاوز، ما كيتجاوزش الواحد شي حاجه اللي ضراته. علموا تهضروا، تعاودوا، اختاروا واحد الشخص اللي كتثقوا فيه وعاودوا ليه كل شيء. ما كتثقوا حتى في شي واحد، سيروا لشي طبيب نفسي خرجوا كاع داكشي اللي في خاطركم. كلارك كيقول الا كانت الحاجه الوحيده اللي قدرتني انني نتشافى هي فاش بديت كنهضر وفاش بديت كنكتب. الانتقام ما شافانيش، المخدرات ما شافونيش، العيالات اللي كنت مهووس بهم ما بدلوا لي حتى شي حاجه. فاش هضرت وعبرت وكنت صريح مع راسي وخرجت كاع داكشي اللي ضارني، ارتاحيت وتشافيت. اخر حاجه وهي ديما الامل كاين، ديما خليو الامل ديالكم بالله كبير، وكما كانت الظروف ديالكم غتبدل، والحياه عباره عن فصول. كاين الفصل ديال الشتاء، كاين الفصل ديال الخريف، كاين الصيف، وكاين الربيع فاش كيكون الورد، فاش كتكون الشميشه زوينه. ديما كاين الامل، وديما خليو اليقين ديالكم بالله كبير. كيف ما كانت الظروف ديالكم قاصحه، كتعيشوا شي حوايج اللي كيضروا في الخاطر واللي كيبنوا لكم انهم عمرهم ما يساليو، كونوا على يقين انه غيجي واحد النهار وغتبدل حياتكم للاحسن. دوام الحال من المحال، غير يكون عندكم الامل وتكون عندكم القدره على التغيير، وتخرجوا من دور الضحيه وتشمروا على دراعكم وتخرجوا راسكم من الحاله اللي كتبان لكم انه مستحيل تخرجوا منها، او لا كتسناو شي واحد اللي يخرجكم منها. الوحيد والوحيده اللي تقدر تخرجك من الحاله اللي انت فيها واللي انت فيها هو راسك. هكا كنوصلوا لنهايه القصه ديال اليوم. نتلاقاو في قصه واحده اخرى. ما تنسوش تعبروا كما بغيتوا في التعليقات. تبقوا على خير، الى اللقاء.